واتساب فرحان برسائل البشر أكثر من فرحي برسائل الله. ما عاد أبغى القرآن. وش قالوا في الجروب؟ إيش قالت المجموعة الفلانية؟ إيش قال فلان؟ إيش رسلت لي مرتي؟ إيش رسل لي ولدي؟ طلع الجوال على طول شوف عنده رسائل، ما عاد يفتح المصحف يرد عليهم. فرحان. إيش أرسلوا من صور؟ إيش عندهم من قصائد؟ إيش آخر الشيلات؟ طيب آخر الآيات التي قرأتها أي آية؟ لا والله يا أخي سبحان الله، مع أن عندي مصحف في الجوال لكن مع ذلك والله لي 3 أيام ما فتحته. ليه؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحان به، أخذناهم بغتة، مات وهو مشغول في الواتساب، مشغول في التويتر، مشغول في التغريدات، مشغول في الفيسبوك، ما هو مشغول مع القرآن. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم قد قطعوا الرجاء، خلاص إيش أفلت منه عند ربي؟ بل ربما يموت اليوم الشاب وجواله كله صور حرام، والتويتر حقه صور حرام، والواتساب حقه غيبة ونميمة وأغاني ومقاطع، ويقابل الله عز وجل. أسألكم بالله، واحد منا يقدر يجي المسجد يصلي وفي جيبه خمر؟ لا. طيب نصلي في جيبنا ايش؟ شوف الشاب يصلي يقول يا أخي أنا ما أخشع، ليه الله ما خشعني؟ كيف تريد من الله يعطيك هذا العطاء العظيم اللي هو الخشوع في الصلاة وجوالك مليان وساخة، مليان صور حرام، مليان غيبة ونميمة، مليان فلانة وفلانتانة تتصل عليهم، تبغى الله يعطيك الخشوع؟ ويل للمطففين، ويل لهم. الله يقول ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كيف اللي يفعلها مع الله؟ يبغى حقوقه كاملة من الله، يا رب خشعني وارزقني ووظفني وهدي زوجتي واصلح عيالي، بس يا الله ولا حق من حقوقك تأخذه. صلاة بالتثاؤب، صلاة الفجر ما فيه، صلاة العشاء من غير نفس، صلاة العصر نايم، الجوال مليان صور حرام، يقول يا رب عطني ارزقني، ياخذ حقوقه وحقوق الله ما يقدمها. أليس هذا من التطفيف؟ وقد توعد الله ويل للمطففين.